على كل حال يا محمود، الولد البلطجي اللي هناك دهوت لازم تاخدوا بالكم منه كويس، لانه قطعا هو اللي ورا الحاجات دي. انه بلطجي يا راجل؟ الولد ابن اختها، خريج السجون ده. خريج السجون؟ الواد ده اللي بيسرق فصل العنب لما ما بياخدش فلوس. انت جبت الكلام ده منين؟ الله، مش معقول ما تعرفش دي كمان. ومش معقول ما تعرفش انه جاب البت الرقاصه في الفجريه لحد المزرعه، البت دي اللي بيصرف عليها الفلوس، وانه لو ما خدش فلوس بانتظام مش بعيد عليه يعمل اي حاجه، حتى لو قتل عنبر الفراخ زيه زي اي بلطجي، ومهما ادوله فلوس ما بتكفيهوش ودايما بيهدد. وطبعا بس يا راجل كفايه كده، كفايه. ده كلام ما يدخلش المخ. يا ريت يا محمود، يا ريت، يا رب نطلع غلطانين. مفيش اخت عايزه تشوف اخوها في الموقف دهوت. فلوس كتير رماها في ارض مش نافعه، وسرقه واستغلال، حتى الساعه اللي انت جبتها لها باعتها وصرفتها على البلطجيه. خلاص يا راجل من فضلك. على كل حال انا متاسفه يا محمود، متاسفه. من فضلكم تسيبوني لوحدي، سيبوني. حاضر. سيبوني لوحدي. حاضر. مش ممكن، مستحيل، قطعا في غلط، ضروري في غلط. محمود بيه، اهلا وسهلا يا بيه. ايه الغيبه طويله دي؟ محمود حمد لله على السلامه. اخرج انت، انا جايه. حاضر يا بيه. ايه مال؟ عنبر الفراخ اتقتل. ايه الشوطه جت فيهم؟ عنبر الفراخ اتقتل. الفراخ ماتوا. وما قلتليش ليه؟ ده لسه الحكايه دي حاصله امبارح. كنت مستنيه ايه عشان تقولي لي؟ ما انت ما كنتش هنا. انت مين اللي لحق قالك؟ مين اللي قتل الفراخ دي؟ احنا بدنا بنقول يمكن. مش يمكن، ده بكل تاكيد في واحد. مين هو؟ خليل ابن اختك. هو ده معقول يا سي محمود؟ ليه مش معقول؟ مش هو برضه اللي سرق فصل عنب؟ مش هو اللي بيجي سكران ويسحب وراه رقاصه في الفجريه؟ واسالك كنت فين يا نعمت تقولي لي الورديه مع العمال. الكلام ده مين اللي قالك عليه؟ حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل، انما ايه؟ ما يعمل كده ممكن. بالعكس، ده هو بقى ده اللي ممكن. فين الساعه بتاعتك؟ اهي. لا، قصدي الساعه الالماظ. الساعه الالماس في الدولاب. هنا في الدولاب ده؟ لا. امال راحت فين؟ بعتها عشان الارض. خلاص خلاص، انا متشكر خالص. يا محمود الكلام ده كله وفري على نفسك الكلام ده يا نعمت. انا غلطان ولازم ادفع ثمن غلطتي.